انا عارف ان الفيديو ده ممكن يبان طويل شويه. انا ما اعرفش بصراحه هو يبقى قد ايه، ممكن يبقى افريج تلت ساعه، نص ساعه، اي مكان. بس اقسم بالله، اقسم بالله كمان مره، لو انت كراجل سمعت الفيديو ده وطبقت كل حاجه فيه، والله العظيم والله اقسم بالله لا خليك تبص لنفسك قدام المرايه وتقول يا ابن اللعيبه اخر السنه دي. اقسم بالله مش اخر السنه بس، والله العظيم كمان كام شهر، 3 4 شهور بس بجد يا اسطى، انت بجد كمان 3 شهور انت حياتك هتتشقلب. لو انت سمعت الفيديو ده لحد اخره تمام. عايز تجيب لك حاجه تشربها، هات اعمل اللي انت عايزه، عايز تسمعه وانت بتعمل اي مكان. انا عارف ان الناس عندها مشكله في الاتنشن سبان بتاعها، لو انت ما عندكش مشكله في الاتنشن سبان جود، اقعد اتفرج على الفيديو ده وركز فيه. لو انت عندك مشكله في الاتنشن سبان وخلاص انت فعلا مش قادر، انا الكرسي فيه مسمار، أنا مش عارف اقعد على الكرسي واتفرج على الفيديو ده، خلاص اتفرج عليه وقت ما انت ما بتعمل اي حاجه تانية تمام. بص انا هتكلم في كام عنصر كده مع عناصر مهمه جدا ليك كراجل. الحاجات دي انت لازم تنميها. لو نميتها فعلا هتبقى راجل في عيون نفسك، هتبقى حليت كل مشاكلك انت اللي هي ما بينك وما بين نفسك، هتبقى حليت كل المشاكلك اللي انت بتقابلها ما بين عيلتك، هتبقى حليت مشاكلك، غالبا اغلب مشاكلك اللي انت بتواجهها في حياتك تمام. الناس كلها يا اسطى بجد هتشوفك راجل يا اسطى، وقبل ما الناس ما تشوفك راجل انت هتبقى راجل قدام عينك تمام. عايز اقول حاجه صغيره جدا. آه، عايزك تبقى مؤمن بشكل قوي جدا بنفسك. ليه انا بقول لك حاجه زي كده؟ لان انت لو انت ما امنتش بنفسك وكسرت كلمتك مره واثنين وثلاثه، الكلام ده والله العظيم انا كنت بقول لنفسي، انا كنت بقول لنفسي الكلام، انا يعني أنا لسه قايل الكلام ده لنفسي من قريب. لو انت كسرت الكلمه لنفسك بجد، فما تستناش ان حد يراهن عليك، ما تستناش ان حد يثق فيك، ما تستناش ان حد ياخد منك كلمه. لو انت فعلا بتقول كلمه لنفسك معينه، ايا كانت على فكره، ايا كانت على فكره الكلمه دي ايه. انا على فكره انا ما لعبتش رقبه بقالي فتره، وشكلي عايز ارجع العب رقبه، لان انا فعلا رقبتي وجعاني، انا رقبتي من ورا هنا فعلا وجعاني تمام. آه، لو انت قلت نفسك كلمه وكسرتها، فما تستناش ان الناس فعلا، حتى لو الناس ما تعرفش يعني، ان هم يصدقوا فعلا كلمه انت قلتها، او ان هم يبقوا واثقين فيك. او ليه الناس مش واثقه فيك؟ ليه انت اصلا مش واثق في نفسك؟ فاهم؟ انا مش حاطط بلان بي. ما تحطش بلان بي الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها دي. يا وين يا لص، يا وين يا لص. الحاجات دي خدها على موت. هتموت يا اسطى لو انت ما عملتش الحاجات دي، هتموت. حط فكر فيها في حاجه زي كده. ايدي هول او ايدي مش فاكر اسمه ايه، اللي هو اللي هو شال، عمل رقم قياس في الديد ليفت 500 وحاجه تقريبا، او 401 او 401 كيلو حاجه زي كده فاهم. واحده من الحاجات اللي خلته فعلا يشيل الوزن ده، ان هو حطوا له زي موجات كده معينه في مخه، حس ان هو فعلا لو ما شالش الوزن ده هيموت. وبالفعل شال الوزن ده. وبيقول لك ان الوزن ده كان حوالي فوق تقريبا 30 كيلو عن اعلى وزن فعلا هو شاله. اعلى وزن هو شاله في حياته كان 370 قبل ما يعمل الحاجه دي. آه، جرب الحوار ده، شال فعلا الوزن. فانت اللي بتكلم فيه في الحوار حياه او موت. ركز بقى في العناصر اللي انا هكلمك عنها دي كراجل تمام. اول حاجه انك لازم، ودي اقسم بالله انا بقولها لنفسي بقولها لكم انتوا يعني تمام، انك لازم تركز على تركيزك. انا عندي مشكله في التركيز، بس انا بدات تتحسن معايا مع مرور الوقت تمام. لازم تحسن حته التركيز دي. شفت انا ناموسه دلوقتي طارت، الناموسه دي شتت التركيز تمام. حسن حته التركيز بتاعتك. لو انت مركز كويس فشخ ولماح وما بتتعبش، اقسم بالله ما هتخيب في اي مجال، في اي مجال مهما كان. المجال ده في فلوس، المجال ده في دراسه، المجال ده في اي حته. والله العظيم، والله العظيم لو انت ظبطت الحوار ده، انك تبقى تعرف فعلا تبقى مركز، وجهازك العصبي قوي، وانك فعلا قادر ان انت تقوم بمهام لمده طويله، وفي نفس الوقت لماح، يعني انت ذكي شويه في الحاجه دي، هتكسب في اي منافسه، اي منافسه ايا ما كانت تمام. فاول حاجه انت لازم تنمي عندك عنصر التركيز تمام. عنصر التركيز ده هيتنمى عندك بحاجه واحده بس، هي المديتيشن تمام. انا شخصيا عندي مشكله في المديتيشن، انا فعلا ما بعرفش اعمل مديتيشن، وبحاول على فكره لغايه دلوقتي. ماكسيموم اقصى وقت وصلت له كان 10 دقائق، وكانوا متقطعين. يعني انا كنت كل شويه ببص ايه في الساعه، كل 3 دقائق اقعد ابص في الساعه، فكان بالعافيه 3 دقائق، وكان الصبح في مره يعني فاهم، على الشاي كب. ف3 دقائق. انا عايز اوصل اخر السنه دي ان انا بجد اوصل حوالي ربع ساعه.
ربع ساعه بجد. انا مش عايز حاجه اوصل اكتر من حاجه اكتر من كده، فاهم؟ فركز على حوار المديتيشن. هتعمل مديتيشن مرتين في اليوم، مرتين. ابدا اول حاجه، لو انت عندك مشكله، معلش انا كل شويه برجع رقبتي، انا فعلا رقبتي وجعاني، انا محتاج فعلا مره رقبتي، تمام؟ انا عارف ان رقبتي تبان ثك شويه، بس انا فعلا محتاج امرر رقبتي اكتر، رقبتي من ورا، تمام؟ المهم ايه، فهتعمل التمرين ده مرتين في اليوم، 5 دقايق الصبح وخمس دقايق بالليل. الحوار ده مهم مهم مهم، انك هتقعد ساكت، قاعد ساكت، ما بتعملش اي حاجه، انت بس مغمض عينك كده ومركز على نفسك. كل شويه تلاقي نفسك بتسرح، كل شويه تلاقي نفسك في فكره بتجيلك، كل شويه لا في حاجه حصلت في المذاكره، حاجه حصلت في الشغل، حاجه حصلت في مش عارف ايه، موقف عدى، صاحبتك حصل معاها مش عارف ايه، فهيحصل لك مواقف كتير فشخ، فاهم؟ حاول تنفض نفض نفض نفض. كل ما تجيلك عدد افكار اكبر وتنفض عدد افكار اكبر، صدقني ده الحاجه اللي هتخليك فعلا اقوى في ناحيه تركيزك. هتلاقي نفسك انك انت فعلا لما بتلاقي حد يجي يشتتك، ولا حد مثلا يجي يرن عليك او اي مكان، آه، انت ممكن عادي جدا تقفل وخلاص. وصلتك مسج على الواتساب، انت ممكن فعلا عادي جدا تكمل شغلك، فاهم؟ ناموسه عدت زي كده وقمت انا ماسكها بايدي، وهكذا وهكذا، فاهم؟ وفضلت مركز تاني على الفلو بتاعي. فركز بشكل قوي على حته المديتيشن. كل يوم قول لنفسك انا هعمل مديتيشن كل يوم الصبح لمده 5 دقايق. حلو الكلام. كل يوم. انت ساعات بتيجي لحظه في فتره من يومك وهتلاقي نفسك انك انت فعلا انا مش عارف اركز، انا مش عارف اقعد على الكرسي، انا كده مش عارف امسك كتاب، وممكن تحصل في ليالي الفاينلز، فاهم؟ انا فعلا مش، انا امبارح على فكره حصلت نفس المشكله دي امبارح. يا جدعان مش عارف اعمل اي حاجه انا امبارح، عشان بس حته ايه، حته ان انا هصالح الناس شويه. انا امبارح يا جدعان ما عملتش اي حاجه تقريبا في يومي، تقريبا يعني عملت حاجات بسيطه فشخ. انا بس امبارح كان الاربع، ولا حتى اتمرنت امبارح، روحت بس عملت حاجه ليها علاقه بالمشروع وبتاع، بس وذاكرت حاجات بسيطه فشخ. حتى التاسك اللي انا قلت انا هعمله ما عملتوش، فاهم؟ وساعتها وساعتها بجد انا قلت لنفسي وايه العبط اللي انا بعمله ده. انا في العاده كنت على فكره بقول كلمه وبكسرها، كنت بقعد مثلا اقول كلمه معينه، إن انا مثلا مش هعمل كذا، ولا مش هخلي كذا، ولا هخلص تاسك كذا، ما خلصوش. بس كنت باخد الموضوع عادي، اللي هو يا عم ده ما بيني وما بين نفسي فعلا. ولحد فتره على فكره مش كبيره، لحد ما قلت ايه اللي انا بعمله ده. الاحه دي طلعت امبارح. ايه اللي انا بعمله ده؟ هو انا مش قلت ان انا مش هعمل انستجرام؟ انا حملته ليه؟ هو انا مش قلت ان انا مش هبعت لفلانه؟ بعت لها ليه؟ مش قلت ان انا مش هعمل كذا؟ عملت كذا ليه؟ مش قلت ان انا مش هلعب فيديو جيمز؟ لعبت فيديو جيمز ليه؟ ده اللي انا قلته لنفسي. قلت العبط ده ما ينفعش اقول كلمه تاني واكسرها وخلاص. دي حاجه انا قلتها لنفسي، ده عهد انا عاهدته لنفسي. فهمت انا بتكلم في ايه؟ فهتلاقي نفسك انك انت دايما بتقول لنفسك كلام وبتكسره. اوعى تكسر كلمتك تاني مهما حصل. لو كسرت كلمتك اليوم ده اعتبر ان انت شخصيتك فيه مت يا اسطى. انت مت اليوم ده، انت اتقتلت اليوم ده، علشان مفيش حد بعد كده هيحترمك. اليوم اللي انت تكسر فيه كلمتك ما تستناش ان محدش تاني، ان الناس من بره ما تكسرش كلمتك، ما تستناش حاجه زي كده. ما تستناش انك انت تقول لاخوك الصغير على حاجه معينه وفي الاخر ما يعملهاش ويكبر دماغه منك. ليه؟ انت بتكسر كلمتك ما بينك وما بين نفسك. عايز ايه؟ عايز الناس ما تكسرش كلمتك؟ حد مثلا مش بيحترم نفسه عايز الناس تحترمك؟ حد ما بيحبش نفسه عايز الناس تحبك ازاي؟ باي منطق وباي صله يعني، فاهم؟ فخلي بالك من الحوار ده. فلوسك. انا نزلت بوست عندي على الكوميونتي بتاعتي على الواتساب، فانا هقراه دلوقتي. مش هقرا بشكل كبير، لا هو اصلا الكمبيوتر عندي مقفوله، الواتساب عندي مقفول. اه. آه. ان انت انا عايزك تيجي في فتره السنه دي، وعايزك الفلوس دي ما تبقاش الحاجه اللي شاغله بالك تاني. كان في لفظ تاني انا قلته بصراحه، بس انا ما كنتش حابب اقوله هنا في الفيديو قوي، عشان ممكن تكون في بلد بتتفرج على الفيديو ده. رغم ان الفيديوهات اصلا يعني الفيديو على فكره اغلبها يا جدعان للرجاله، انا بجد ما اعرفش، بس هو في نسبه بنات بتتفرج، فخلاص انا هحترم حاجه زي كده. هحاول على قد ما اقدر امسك لساني، بس ايه اللهم بلغت انها فيديوهات للرجاله، فلو طلع مني لفظ مش بنت كاتبه كومنت، ساعات بلاقي رجاله كاتبين كومنت: هو انت موهبه بتشتم ليه؟
انا بحس ان في واحده هي اللي كاتبه لي الكومنت ده، اقسم بالله بتكلم بجد. ايه العبط ده؟ يعني ايه بتشتم ليه؟ حد انا بنصحه فعلا وبديله كلمتين فعلا ممكن يغيروا في حياته، او بتكلم على حاجه صعبه عدت عليها في حياتي، ما انفعلش ازاي يا جدعان؟ باي منطق يعني؟ ولا انتوا عايزيني اطلع ارسم رسمه، اطلع ارسم رسمه على اليوتيوب، رسمه مش انا على فكره بقول افيهات على فكره عادي في الفيديوهات يا جدعان، انا دم خفيف الى حد ما، لا بهزر، دم خفيف فاهم، وبضحك وبهزر وبتاع فانا يعني انا بني ادم فاهم، بس ده الجانب اللي انا بتكلم فيه بجد بقى، ده الجانب اللي انا بتكلم فيه بجد. لو انت قابلتني في الحقيقه هتلاقيني بهزر وبضحك وبتاع، والموضوع عادي بالنسبه لي فاهم. ده الاول لما تلاقيني بتكلم بجد بالطريقه دي، بس انا بالطريقه دي بتكلم بجد كأن انا قدام حد. الشخص ده فعلا فعلا حياته بياخد كلامي نصا، مش هيراجع ورايا، هو بس عايز كلام ياخده ويطبقه، ياخده ويطبقه، ياخده، مش اللي هو والله يا موافق فعلا عندك حق، انا محتاج فعلا مديتيشن، محتاج فعلا اعمل فلوس بتاع. فهمت انا بتكلم في ايه؟ حته الفلوس، الفلوس، انا عايزك تبدا تعمل فلوس كويسه لدرجه ان الفلوس تبدا تفيض منك، وانك ما تفكرش تاني في حوار الفلوس ده تاني. انا عايزك تعمل فلوس قويه بشكل قوي، بحيث ان انت فلوس تفيض منك، وفعلا يبقى انت الكاش اللي في جيبك زياده، انك انت مش قلقان لو انت عملت حاجه. اقول لك على حاجه يفيد منك مثلا فلوس زياده فعلا، هقول لك فلوس دي تصرفها فين دلوقتي في اخر الفيديو، في نفس الفيديو ده تمام. بس انا عايزك تفكر في حاجه زي كده، انا عايزك تفكر في حاجه زي كده، يبقى عندك فلوس زياده، دي كاش زياده. الكاش ده انت هتستخدمه في كذا حاجه، منهم اوعى تعرف ابوك انت بتعمل كام، اوعى تعرف حد من اهلك، من صحابك، من حبايبك، من ناسك انت بتعمل كام، اوعى ما تعرفش حد حاجه زي كده، الا لو هو ممكن يكون بيعمل اكتر منك. يعني دي حاله سبيشال، مثلا انت بتتكلم حد في البيزنس وبتاع، فانت عايز تتكلم مثلا البيزنس بيطلع كام، في ناس على فكره عارفه انا بطلع كام فاهم، بس دول نادرين قوي فاهم. فهو لازم يكون بيعمل اكتر مني. ليه؟ هقول لك ليه. بيعمل اكتر مني آه، وهو مش مستني مني نصيحه، او مش مستني مني نصيحه قوي فاهم، وعارف، او هو مثلا عارف ان انا خلاص فاهم في حتتي، فخلاص حته الفلوس دي مش هي الفرق قوي اللي هيفرق ما بيننا، او مش هو يبدا ايه يقول لي انت بتديني نصيحه في بتاع، لا هو عارف ان انا قوي في حتتي وبتاع، وهو كده هيبقى مني نصيحه فاهم. فيبدا يعرف انا بعمل كام لاسباب ليها علاقه بالبيزنس نفسه فاهم، انا بعمل كذا 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 يا اسطى، عايز اب سكيل، المفروض اعمل ايه. فانت دايره فلوسك المفروض ان هي تبقى ما بين، هتعمل فلوس كويس فشخ تمام، هتلاقي نفسك انك انت بدا يفيد معاك فلوس. الفلوس دي ممكن تبقى 5000 جنيه، 7000 جنيه، 10000 جنيه، ايا ما كان بقى الفلوس دي. الفلوس دي ما تسيبهاش كاش، ما تسيبش الفلوس دي كاش في ايدك، اوعى. الغلطه دي وقعتني في فلوس كتير فشخ، كتير كتير فشخ، والله العظيم. انا وقعت فلوس كتير قوي يا جدعان في حياتي. آه، كان معايا فلوس كاش في جيبي، وفلوس يعني باين ان هو رقم حلو، يعني رقم فعلا حلو فاهم. آه، فالرقم ده من كتر ما هو حلو انا مش عايز اشتغل، انا مش عايز اشتغل. يعني حد مثلا يخش لي عايز يشترك معايا في المنتورشيب مثلا، اللي هو عايزين نكبر من البيزنس بتاعه، حلو الكلام، انا بجد مش عايز اشتغل. ف يا عم فكك يا عم، ده هيضيع، رغم ان هو هيدفع الوفات فاهم، الالوفات دي كده كده هنعوضها فاهم. المنتورشيب بتاعتي اقل فلوس انت لازم تعملها هي الفلوس اللي انت دفعتها، يعني ده اقل واجب. فهمت انا بتكلم في ايه؟ آه، المهم ايه المهم ايه، فالفلوس هتفيد منك فلوس، ممكن الفلوس دي 5000 جنيه، 6000 جنيه، 10000 جنيه. 10000 جنيه يا جدعان على فكره ولا حاجه، عشان تبقوا بس فاهمين ولا حاجه. لو انت جيت بصيت لها 10000 جنيه ممكن ينزلوا منك في سفريه، سفريه واحده، ويطيروا منك. صاحبي راح اسكندريه فبرك 5000 جنيه في يومين، 5000 جنيه، او في يومين او في 3 ايام، كانوا خميس جمعه يعني، خميس جمعه ونص السبت تمام. ففبرك 5000 جنيه او 5500 في اسكندريه. الفلوس دي ولا حاجه، بس هي ما دام هي كاش في ايدك، لا يعني شكلها حلو. فانت هتعمل ايه بقى عشان خاطر ما تعطلش؟ هتحط الفلوس دي في اي مكان بقى. المكان، في اماكن انت ممكن تصرف فيها فلوسك عشان خاطر تجيب فلوس زياده، او انك لو انت هتحوشها على جنب ما تبقاش كاش، ما تبقاش في ايدك،
ممكن تصرفها في اسهم، ممكن تصرفها في ذهب. بس طبعا يعني مع العلم، يعني لازم تكون انت فاهم ايه شويه ايه اساسيات. الاساسيات دي للاسف مش عندي، عشان برضو انا ما كنتش كذاب. انا مش شاطر يا جدعان مش انا مش شاطر، هسحب الكلمه دي. انا ما دخلتش اصلا في مجال له علاقه بالذهب وبتاع والحاجات دي. او ان انا احط فلوس. انا اصلا يا جدعان ما كنتش عارف ازاي نحط فلوس في الذهب بجد. انا يا جدعان ما كنتش عارف الحوار ده. اكتشفت ان انت كنت عادي بتروح تشتري ذهب، فاهم؟ بس انا كنت فاكر الذهب دي ممكن تعمل حاجات مثلا على النت او بتاع. واكتشفت ان هو فعلا فيه، يعني فاهم، على تريدنج فيو في فعلا ذهب مصري. ممكن تشتريه عادي جدا على تريدنج فيو مثلا، فاهم؟ او اي مكان المنصه اللي انت هتشتري عليها يعني. ممكن تبقى فلوس تحطها في اسهم، تحطها في اي مكان، تحطها في مشروع. المهم انك انت الفلوس دي ما تبقاش كاش في ايدك، ما تبقاش كاش في ايدك. مش شرط تزيد، يعني ممكن تبقى، يعني هي اسوأ الحالات على الخاص تبقى هي او حتى لو هتزيد تزيد حاجه بسيطه. بس الفكره كلها انك انت ما يبقاش مثلا معاك رقم مثلا 20000 جنيه، لا. كل ما تعمل 5000 جنيه حطها في ذهب، حطها مثلا في، بس تبقى عارف بقى الذهب هينزل ويطلع والحاجات دي كلها، عشان ما حدش يلبس في ذهب ويلاقي نفس السعر نازل ويجي يتفشخ بسببه، فاهم؟ في اي مكان بقى الاستثمار اللي انت هتحط فيه فلوسك ده، تمام؟ لان انت اول ما تلاقي نفسك انك انت معاك فلوس، حتى الفلوس دي مش احسن حاجه، انت مش هتشتغل عشان تريح دماغك. طيب انا مهاب اجيب فلوس دي ازاي؟ ازاي مهاب اجيب فلوس؟ انا مش هتكلم من البدايه قوي بصراحه يا جماعه، اللي هو ده ايه الشغل اونلاين ده ومش عارف ايه، اكيد مش هتكلم في حاجه زي كده بصراحه. يعني انا بتكلم لو انت حد جرب وفشل، جرب وفشل وبتاع، او انت مثلا حد ايه اوريدي معاك وظيفه يعني، تمام؟ في نوعين يا جدعان من الشغل. في الشغل اللي هو بتاعك انت الاصلي، وفي الشغل بعد كده لو انت شغال شغلانه اصليه يعني، تمام، اللي هو من 9 ل 4 او ايام ما كان يعني، او من 9 ل 5. فده الشغل الاصلي. في شغلانه تانية اللي هي السايد، اللي هي الحاجه الجانبيه اللي احنا بنعملها، اللي هي غالبا بتبقى فريلانسنج، تمام؟ لو انت فلوس انت بتعملها، انت الفلوس دي بتبيلد واحده واحده، وبتكبر واحده واحده، تمام؟ كل ما تحط مجهود اكتر وشغل اكتر هي تبقى اكسبوننشال. يعني المعادله بتاعتها مش كده، مش كده، هي تبقى كده. فهمت؟ يعني بتبقى طلع 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 بره بره وبعد كده بوم تلاقي نفسك انك انت فعلا جبت عملاء كتير فشخ. فاهم؟ انك انت ممكن تكون يعني انت على ما تجيب عميل والتاني والتالت، الموضوع فعلا كان صعب فشخ في الاول. وبعد كده لقيت نفسك انك انت العملاء بيجيبوا بعض بعض بعض. انا اعرف ناس يا جدعان ما بتمركزش على فكره نفسها. انا اعرف ناس كده. انا اعرف ناس آه، كل فلوسهم، كل عملائهم سوري، بيجوا عن طريق الورد اوف ماوس. اللي هو انت في عميل رشحك لحد تاني. ده بفضل ايه بقى؟ ده الفكره كلها انك انت آه، عندك كاستمر سيرفيس قويه. لما يبقى عندك كاستمر سيرفيس قويه وجاي فيدباكس قويه وجاي نتائج قويه مع الراجل ده، الراجل ده غصب عنه هيرشحك لناس تانية. طب لو العكس حصل، انت ممكن واحد بس يصيطك، يمسح بالبيزنس بتاعك الارض. مش هقول لك يمسح بكرامتك الارض يا سيدي، يمسح بالبيزنس بتاعك الارض، بسبب انك انت فعلا عميل ده طلع زعلان منك. فهمت انا بتكلم في ايه؟ فركز ركز ركز على الحوار ده. ركز على حوار الفلوس. هديكوا اعلان صغير بالديلرز يعني، تمام؟ ليه بقى انا بتكلم في حاجه زي كده يا جدعان؟ انا متاكد الديلرز هي الحل. الديلرز هي الحل، وده باعتراف ناس كتير فشخ. الديلرز ده يا جماعه ده مكان احنا بنعلم فيه حاجات لها علاقه بالبيزنس سكيلز، علشان تعمل فلوس اكتر بكتير. لو انت معاك مهاره او انت حتى معكش مهاره، هقول لك تعمل ايه لو انت معاك مهاره وانت معكش مهاره، تمام؟ في الحالتين انت لازم تتعلم سيلز علشان تعرف تبيع المهاره دي صح. مفيش حاجه في الدنيا اسمها ان انا اتعلم مهاره يا جماعه، انا اتعلمت مهاره اهو هاتولي فلوس، ما بتحصلش، فاهم؟ لازم اكون انا متعلم سيلز. لازم اكون انا متعلم حاجات لها علاقه باوفرنج، ان انا ازاي اخلي الاوفر ده فعلا اوفر قوي. يعني مثلا كنت لسه بتكلم مع حد في حوار المونتاج ده. انا عايز احول له خدمه من مجرد مونتاج عادي، ان هو لا يبقى كويس في المونتاج او قوي في المونتاج، ونحول الموضوع من احنا مبدا ماشي مونتاج، احنا متخصصين اكتر في الايجنسيز في الوكالات. بنعمل لهم مونتاج يبقى الواجهه بتاعته واحده، يبقى الستايل بتاع المونتاج كل واحد، بحيث ان والناس فيديوهات على فكره اقل، بحيث ان انت مثلا الراجل ده لو حب يضخ ادسنس يجيب مبيعات اكتر. لو حب اسمه إيه ده، لو حب يبعت كولد اوت ريتش يجيب مبيعات اكتر. ليه؟ لان هو لو في اكونت، لو في مثلا اديتنج معمول بكاب كات او اديت مثلا عيان وفي ستيكرز وبتاع، الراجل ده ما ينفعش يبيع، ان ده في الريل استيت صح. ليه؟ انت ايه ابن العبط اللي انت عامله ده؟
بالنسبه لهم، فاهم؟ بس ممكن يبيع لك كونتنت كريتور، بس دي مش الفكره اللي انا حاببها. انا قلت له لا، ما تتكلمش مع كونتنت كريتور، ما تحاولش تماركت لكونتنت كريتورز، ماركت لحد يعني اوريدي بزنس اونر. ليه؟ مش فكره ان هو يدفع كتير، فكره انك انت في دريم اوت كم انت ممكن تبيعه له. لكن هو مثلا بتاع الكونتنت كريتور ده، والله هو المونتاج هو المونتاج، فاهم؟ فاهم حاجه كمان اللي انا بتكلم فيه، صح؟ دي منطقيه اكتر، صح؟ لكن لو هبدا اضخ ادسنس، لا ده محتاج شغل احسن. فمثلا بدل ما هيعمل مثلا 7 ريدز في الاسبوع، لا هيعمل 3، بس 3 اقوياء. فالفلوس بتاعت ال7 دول هيتجمعوا في ال3. فانت البروجكت الواحد بتاعك مثلا فور اكزامبل، بدل ما هو بقى 200 جنيه بقى ب 400 جنيه. ليه؟ انت بتعمل شغل اغلى، وهو بيدفع نفس الفلوس، وهو بيجي له مبيعات اكتر، لان هو انت ممكن يبقى كمان 450. ليه؟ انت شغلك قوي، وفي نفس الوقت انت قادر تبيع الدريم اوت بتاعك. فهمت انا بتكلم في ايه؟ فده دريم اوت كوم قوي، دريم اوت كوم قوي، انت المفروض انك انت تبيعه. فده معنى كلمه اوفرنج، ده معنى كلمه اوفرنج. ومعاها البوزيشننج بتاعك، اللي هو انت استنى كده واحده يا جدعان. آه، فكره البوزيشننج بتاعك اللي هي الواجهه بتاعتك، انا كلمت عنها في فيديو على تشانل البيزنس بتاعتي، ممكن تبقوا ايه، ممكن تبقوا تتفرجوا عليها، تمام؟ البوزيشننج بتاعك، فانت لازم تبقى عندك اوفر قوي، تمام؟ الاوفر ده لو انت عملته حاجه بريميوم هتبيعه بسعر غالي، فهمت؟ وبعد كده عملت اوفر قوي بسعره غالي، تعلم سيلز عشان خاطر تعرف تقفل الديلز، تعلم ازاي تعمل كلوزنج اصلا للمبيعات، تعلم ازاي تماركت للمهاره دي. الفانل بتاعتك بتاعت الانستجرام المفروض تبقى عامله ازاي، الفانل بتاعتك في الموقع بتاعك حتى المفروض تبقى عامله ازاي. المسج اللي انت بتكتبها بدل ما تلاقي نفسك انك انت بعت ل 500 و 600 واحد مش حد فيهم يرد عليك، فاهم؟ هتقعد انت بقى فاضي، انت بقى تقعد بقى تبعت الناس كلها، تلاقي نفسك انك انت في الاخر بعت الناس كلها في السوق، في الاخر تقعد تقول الموبايل حقني، فاهم؟ آه الحاجات دي كلها. كاستمر سيرفيس، ان انت لو حصلت لك مشاكل مع العميل بتاعك تعمل ايه، فاهم؟ فالحاجات دي كلها شرحتها في 8 فيديوز موديول، تمام؟ او فيديو موديولز. فالحاجات دي كلها انا شرحتها عندي بروجرام كامل انت بتبقى ماشي عليه، بيعلمك الحاجات دي كلها. بيبقى في جروب ميتنج كول، انا ضفت ديسكورد عشان خاطر احنا هنخش ان شاء الله مع بعض ونبدا نعمل شير سكرين، نبدا نخش جروب ميتنج كولز، حد عنده اسئله، حد عنده بتاع، وهكذا، والحاجات دي كلها. انا حابب يا جدعان بجد فكره ان احنا نكون 25 واحد بس بعد كده 5 يخرجوا 5 يدخلوا، 5 يخرجوا 5 يدخلوا. طيب لقيت الاقبال اعلى هزود السعر، فاهم؟ بس حاليا سعر اللانش، يعني حاليا السعر اللي انا موجود ده سعر اللانش. هو بجد يا جدعان مفيش اماكن دلوقتي، انا قافل لكل حاجه، هو بس في حجز. خش في اللينك في الديسكريبشن، خش واحجز، تمام؟ هيبقى بسعر معين. هيبقى السعر ده بكام يا جدعان عشان خاطر بس الناس ممكن تسال كتير؟ هيبقى ب 1000 جنيه اول شهر عشان خاطر كل حاجه تفتح لك، انا ما بخبيش حاجه. وبعد كده ب 500 كل شهر، تمام؟ ال 1000 جنيه دي انا ببقى متابع معاك، لان انا هاخد 25 واحد بس، او 25 واحد بس بالظبط، فاهم؟ وبعد كده تقعد تجدد، بعد كده تجدد براحتك بقى، شوف انت براحتك، فاهم؟ فبس الاستثمار في الحته دي اقوى استثمار ليك، لان انت ممكن ببيعه واحده بس تقفل اشتراك سنه كامله، ببيعه واحده بس. فهمت انا بتكلم في ايه؟ ده اللي انا بتكلم فيه. انت بيعه واحده بس انت ممكن تبيع بيعه ب 3000 جنيه، فاهم؟ بسبب بقى الاوفر اللي انا كلمتك فيه ده. مفيش حد في الدنيا بيبيع مثلا اوفر بتاع مونتاج مثلا 3000 جنيه مثلا، او اي مكان. لو 3 فيديوهات في الاسبوع، اي مكان ممكن تبقى 1000 ونص. 3000 جنيه مثلا ممكن يكون في نص الشهر من عميل واحد بس، انت شغال 3 ايام في الاسبوع بس. فهمت انا بتكلم في ايه؟ ومش فول تايم كمان، ممكن تبقى بارت تايم 3 ايام في الاسبوع، فبتاخد 3000 جنيه من عميل واحد، 6000 جنيه في الشهر، وهكذا وهكذا. فهمت انا بتكلم في ايه؟ فساعتها نظره الاب سكيلينج بقت افضل، نظره الاب سكيلينج بقت افضل ليك بكتير، فهمت؟ فتعمق واغرز نفسك عشان خاطر بس ما اطولش عليكم. تعمق واغرز نفسك في الحاجات دي. الحاجات دي انت سواء انت معايا، سواء انت مع حد غيري، ما اعرفش حد غيري مين يعني، بس حتى انت مع حد غيري، ابدا انغمس في الحوار ده، ابدا انغمس في الحوار ده. الفيديو ده هيشوفه عدد كتير، فانزل احجز، علشان بجد لو انت جيت قدام وجيت ما بقتش مكان، او لقيت الفورم فعلا مكتوب لك ان هو كومبليت، ما تزعلش مني، اوكي؟ انا كده كده عارف ان هو الناس بتحجز كده كده، وممكن في ناس ما تشتركش على فكره قدام، فاهم؟ فبس الفكره كلها انك انت تلحق تحجز عشان تلاقي لنفسك مكان، تمام؟ هنبدا امتى؟ هنبدا يوم 20 شهر واحد باذن الله، تمام؟ فابدا اغرز نفسك في الحوار ده. فانت هتتعلم بزنس سكيلز قويه، وانت كده كده معاك تكنيكال سكيلز قويه. طب لو انت معكش تكنيكال سكيلز، هتشتغل فتره
في الدروب سيرفيسنج انك انت متعلم بزنس سكيلز قويه، في التعريف تعمل اوفر وبلا بلا بلا الحاجات دي، تشغل معاك حد بقى ايه معاه مهاره نادره ومطلوبه. يعني مثلا ويب ديفلوبمنت، ممكن يبقى اب ديفلوبمنت، ممكن يبقى ميديا باير، ممكن يبقى اي مكان بقى السكيل اللي هي النادره. تمام. او انك انت بكل بساطه تتعلم الاثنين براحتك، شوف اللي انت عايزه برضه يعني، فاهم. 4 شهور هتبقى تنين. 4 شهور بجد هتبقى تنين باذن الله. فهمت انا بتكلم في ايه؟ هتلاقي نفسك انك انت اتحولت بشكل قوي جدا. ده اللي انا بكلمك فيه. فدي حته الفلوس، هيفيد منك فلوس. الفلوس دي هتصرفها في كورسات، هتصرفها في سفر، هتصرفها في حاجات كتير قوي. تمام. يا كورسات يا سفر، يا اما تحوشهم بقى على جنب. ممكن او انت تصرفهم اصلا في البيزنس نفسه. فهمت انا بتكلم في ايه؟ كده كده في نسبه لازم تتحط في البيزنس بتاعه، يبقى الفايده دي اللي هي فايده بنسبه 100%. يعني مش فلوس بزنس، مش فلوس انت هتحطها تاني في البيزنس ادسنس، او انك تجيب حد يشتغل معاك، او تجيب حد مثلا اديتور يظبط لك اديتنج والحاجات دي كلها يعني، فاهم. انا كده خلاص حته الفلوس، وانا اسف إن انا طولت عليكم. اه. آه، الجيم فيديو ده بطول فشخ، بس خلاص انا هتكلم فيه خلاص يعني. تمام. انا عايزك تعمل فورمه يا اسطى بنت وسخه. عايزك تعمل فورمه بنت وسخه. خلاص انت يا اسطى تلاقي نفسك بقالك 4 شهور 4 سنين تقريبا بتتمرن حاجه زي كده، او 3 سنين بتتمرن وانت ما كنتش واخد الموضوع بجد، بس خلاص بقى يعني خلاص، فاهم. انا نويت، جيت قدام نفسي خلاص، انا نويت فعلا ان انا اعمل فورمه قويه، فاهم. وحاليا ماشي في البروسيس. ممكن والله اقرا لكم التيشيرت دلوقتي لو انتوا عايزين. فانا حاليا دلوقتي ماشي في البروسيس بتاعتي، فماشي في بروسيس ان انا اعمل جسم قوي. خلاص انا نويت ان انا يا جدعان خلاص انا هوصل هكسر ال 90 كيلو او 95 كيلو، انا هكسر خلاص الوزن ده. فهمت انا بتكلم في ايه؟ حط نفسك تارجت برضو معين في الجيم، وخلاص انت كل يوم واكل كويس، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تاكل كويس. خد مع نفسك القرار ده. بتاكل كويس، بتنام كويس، وبتتمرن كويس، وبتشيل حديد، يعني بتشيل حديد تقيل. فهمت انا بتكلم في ايه؟ انا معتقد بحاجه دايما، ما اعرفش حاجه دي صح ولا غلط، بس انا معتقد بيها ان الحديد التقيل نفسه كده كده الحديد تقيل في الكومباوند موفمنت، بس بالعقل طبعا، مش هتروح تصيب نفسك يعني، فاهم. الحديد التقيل في كومباوند موفمنت، جسمك لو انت بتاكل كويس وبتنام كويس، جسمك بيتكيف على الوزن ده. يعني مثلا وانا مثلا بشيل 60 كيلو، او انا بشيل مثلا 100 كيلو مثلا ديد ليفت او اي مكان، جسمي هيتكيف على ال 100 كيلو ده، فهيبني عضل على اساس ال 100 كيلو دي. بعد كده اشيل 120، فجسمي هيتكيف على ال 120، وهكذا وهكذا، فاهم، عن طريق الاكل والنوم. فهمت. خلاص يعني خلاص بقى، فاهم. اقعد مع نفسك، خد القرار انك انت فعلا عايز توصل لفورمه قويه. خلاص انا عارف انت بتتمرن بقالك كتير فشخ، بس انت ايه، بتقطع بتعولق، ما بتاكلش كويس، مش عارف ايه بتاع. خد الموضوع بجد. خلاص اعمل فورمه بنت وسخه. انا عايزك قصه سلاح، سلاح ماشي على الارض. طب انا مهاب اتعلم فايتنج ولا اروح الجيم؟ يا اسطى روح بجد، روح الجيم الاول. روح الجيم الاول، اعمل فورمه قويه فشخ، اوصل لهدف كويس، وبعدين امشي بقى على مينترنس بقى. يعني امشي بقى على ان انت مثلا تتمرن مرتين مثلا في الاسبوع، ابر لور او اي او فول بودي فول بودي، وتبدا مثلا تتمرن 3 ايام بوكسنج. هتبقى موضوع من ده بقى مينترنس، انك انت بتعمل الاثنين. انت ساعتها يا اسطى يا نهار اسود، احا. على فكره ده التارجت على فكره انا عايز اوصل له، ان انا فعلا ابقى الاثنين. يا نهار ابيض، انا لو بقيت يا جدعان الاثنين، انا هبقى تنين. هبقى تنين وحياه امي. انا كده كده بعرف افايت، الحمد لله بفضل ربنا. بعرف افايت من الحاجات اللي انا كنت بتمرنها. تمام. فانا بعرف فايت، بعرف، عندي خبرات قويه ومش عارف ايه بتاع. فانا بعرف افايت كويس، يعني كويس 8 شهور مثلا. يعني انت كده خلاص بقيت اقوى تقريبا من الناس العاديه اللي ماشيه في الشارع يعني. تمام. لو انا باني جته وهرجع هبني بيت جته، وهرجع تاني اتمرن فايتنج. فهمت انا بتكلم في ايه؟ لو انت بين الاثنين دول، اح، اقسم بالله هتبقى ماشي. يعني مش عارف اسمها ايه، ارض ما عليكي قد اسمها ايه، اقسم بالله نسيت، استنى. والله العظيم والله العظيم اللي اجيبها. كان اسمها ايه؟ يا ارض ما عليكي، ما عليكي ايه، ما عليكي قدي. اه صح. يا ارض تهدي ما عليكي قدي. لسه عارف الجمله دي جميله فشخ. تمام. يا ارض تهدي ما عليكي قدي. انت ماشي يا اسطى مع صاحبتك ولا اختك ولا امك ولا اي مكان، يا نهار ابيض، انت يا اسطى انت بتبقى ماشي فحل يا اسطى، اقسم بالله. انت ماشي يا نهار اسود. 95 كيلو، يعني تخيل انا مثلا، انا وزني يا جدعان انا لسه قايس في الوزن دلوقتي، بس انا كنت واكل بصراحه 85 كيلو، فاهم.
فانا ممكن اوريكم يا جدعان الجسم دلوقتي عشان خاطر برضو ايه، نلاقي نفسنا ان احنا في اخر السنه فوزننا، شوف على التيشيرت، فتلاقي نفسنا ان انت وزننا كويس فشخ. اجي كمان سنه ان شاء الله واوريكم جسم تاني باذن الله يعني. تمام. مش هقلق قوي بصراحه، بس انا ممكن اوريكم الايه من من التيشيرت ده كده. انا كده كده لابس حماله فانا مش عارف اقلق قوي بصراحه. استنى استنى والله العظيم لا بجد. اهو يا عم، اهو يا عم دلوقتي من غير بامب من غير اي حاجه، بس بصراحه واكل كويس اهو. اهو. طب ده شغل ولا مش شغل؟ ده اسمه شغل ولا مش شغل؟ اهو يا عم، اهو يا عم، ده بقى اسمه شغل ولا مش شغل؟ استنى يا عم نزل الكاميرا يا عم شويه اهو. اهو. ده بقى شغل؟ ده بقى شغل ولا مش شغل؟ والظهر ده في قله ادب وفي شغل وفي ده. فهمت يا جدع؟ بس انا عشان بس انا طويل فاهم. حتى التربيس، بص يا اسطى التربيس يا اسطى، بص يا اسطى اهي، 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 اهي يا عم، ما جبتش اي حاجه من عندي اهو. اهو. اهو عامل بايدي كده اهو ولا في اي حاجه. فهمت يا اسطى؟ انا الحمد لله بفضل ربنا لسه آه انا لسه لبست، بقول لك انا هكمل فيديو كده او ممكن بلبس البتاع ده شويه كده. فانا دلوقتي يا جدعان 84 كيلو، ف او 85 كيلو، فلسه بقى لسه بقى هوصل بقى ل 90 و 92 واي مكان. فيبقى الموضوع جامد فشخ. هات لي التيشيرت ده. هيبقى الموضوع جامد فشخ. فتخيل بقى لو انا كده ومتعلم فايتنج، اي ابن مره وسخه اتكلم معايا هطلع دي. فهمت انا بتكلم في ايه؟ دي بقى يا اسطى الروح اللي انا عايزك تبقى فيها. ده بقى عارف الروح دي هتحس بيها امتى؟ لما يبقى عندك تيست عالي. اول ما يبقى عندك تيست عالي يا اسطى هتحس بالروح دي فشخ. هتحس بالروح دي فشخ اول ما يبقى عندك تيست قوي وعالي. ايه تاني؟ فاتفقنا احنا هنتمرن لحد وزن معين وبعد كده هبدا ايه نتعلم فايتنج ان شاء الله. تمام. ما حدش يعمل الاثنين، ما حدش يعمل الاثنين خالص. تمام. آه كلفات الجيم، هاو تو ديل وذ ستاف. انا عايزك حاجه معينه. لما تلاقي نفسك انك انت في ميكانيكي بيصلح العربيه بتاعتك، او في سباك، في حد بيدهن، حد بيعمل اي مكان بقى الحاجه اللي هو بيعملها، بيصلح حاجه معينه، بيركب لابتوب، بيركب سكرينه، بيصلح موتوسيكل، مش عارف ايه. يا اسطى انا مش عايزك تبقى بتتفرج زي الاهبل. مش عايزك تبقى بتتفرج زي الاهبل عمال تتفرج عليه وهو بيصلح الحاجه دي وخلاص. لا يا اسطى انا عايزك فعلا تبقى فاهم هو بيعمل ايه. تلاقي نفسك حد مثلا صلح الحاجه في العربيه، فتبدا. انا ما كنتش عارف يا جدعان اي حاجه عن العربيات، انا بجد ما كنتش عارف اي حاجه عن العربيات فعلا. فتبدا تتعلم حاجات اللي هي الرجوليه بتاعت تصليح العربيات. الف ب تصليح عربيات. الف ب لو انت ما بتتعلمش تسوق يا اسطى فتعلم ازاي تسوق. فاهم؟ ايه تاني؟ ما اعرفش حاجه دخلت مناخيري ولا ايه. تتعلم تسوق عربيات. لو انا عايز اتعلم ازاي تسوق موتوسيكلات، انا ما اعرفش اسوق موتوسيكلات فاهم. او انا اعرف بس انا ما سوقتش موتوسيكل بجد يعني فاهم اللي هو ايه. عارف بس بيزكس فشخ يعني، لكن انا ما جربتش اسوق بقى موتوسيكل او اجري بيه وبتاع. فدي حاجه انا عايز اتعلمها. انا بعرف اسوق عجل فاهم، بعرف اسوق عجل على فكره كويس فشخ. فايه تاني؟ فدي حاجه انا عايز اتعلمها. فاتعلم حاجات ليها علاقه بالرجوله يا اسطى. الرجوله ان انت فعلا تعرف تتعامل. التكييف مثلا بتاعكوا باظ يا سيدي، حلو الكلام. تعرف بعد كده وجبت حد يسيك يا سيدي يصلح التكييف. يا جدعان عايز اقول لكم على حاجه. العطل اللي يحصل مره واحده الميكانيكي ما يجيش عليه تاني. العطل اللي يحصل مره واحده، الراجل بتاع التكييف مثلا حصل عطل معين والراجل جه يصلحه تمام. لو ما فيش ادوات معينه هو الوحيد بس اللي يعرف يعملها، العطل ده ما يجيش عليه حد تاني. فهمت انا بتكلم في ايه؟ عطل مثلا في العربيه، هتتكلم مثلا حاجه صعبه، الفرامل تقريبا صعبه تقريبا فاهم. آه العطل بتاع الفرامل صعب. الميكانيك يصلحه مره ما يصلحوش تاني. يصلحه تاني ليه؟ ما انت عرفت السكيل نفسها. فهمت انا بتكلم في ايه؟ ده اللي انا بكلمك فيه. عطل معين، حاجه معينه مثلا في التكييف، حاجه معينه في الموتوسيكل، حاجه معينه في العربيه، حاجه معينه في اللابتوب، في اي مكان. العطل يتصلح مره خلاص. باظ، جيت انت تصلح خربت الدنيا، روح لميتين ام الراجل اديله قول له بص انا ركبت ام الدنيا صلح الحقني والنبي. فاهم؟ هيلحقك ويعمل لك كذا كذا، يقول لك انت المفروض تعمل كذا مكان كذا مش عارف ايه بتاع. ما هي كده كده الحاجه بايظه، المروحه باظت ما هي كده كده بايظه. هي كده كده هي كده كده عطلانه كده كده بايظه. صلح الحاجه دي. عارف لو انت يا اسطى جيت صلحتها
نظره اهلك ليك هتختلف فشخ. يا نهار ابيض، هيفتكروا انك انت فعلا معاك راجل. افتكر دايما كل ما ابوك يجي يصلح حاجه مثلا في البيت ولا بتاع، ولا حتى يعمل حاجه، يركب لمبه ولا اي حاجه اساسيه فشخ، فاهم؟ آه، شوف انت نظرتك ليك، نظرته ليك، نظرتك انت ليه هو بتختلف ازاي، نظرة الوالدة ليه بتختلف ازاي. بلاش حصل اي حاجة يا سيدي وانت كنت سايق مع صاحبتك ولا اي مكان والعربية قتلت بيكو، تفتكر لو انت جيت صلحت مثلا على العربية دي، مشكلة مثلا، حتى على فكرة ممكن تبقى مشكلة بسيطة فشخ، بس انت عمال تتحنيك عشان تطلع مشكلة كبيرة، وبنت تيجي تقول ماي جاد مش عارف ايه بتاع. فممكن تبقى اصلا المشكله انك انت راح تنزل تبدل كاوتش، مشكله الكاوتش حصل فيه حاجه، ولا العربيه سخنت، ولا اي مكان نازل تغير زيت، او انت بقى تقعد بقى تتفزلك بقى، فاهم؟ اللي هو ايه، تعمل نفسك بتفك كذا بتعمل كذا، فاهم؟ بنزل تحت العربيه، الحاجات دي كلها، فاهم؟ هتسترجلك يا اسطى فشخ، هتقول لك انا ملكك. والله هتقول لك انا ملكك. فهمت انا بتكلم في ايه؟ فاتعلم الحاجات دي، الحاجات دي مهمه وسكسي فشخ لما تكون عند الراجل، تمام؟ فاتعلم، اتعلم حاجات لها علاقه بالسباكه، اتعلم حاجات لها علاقه والحاجات دي يا جدعان والله العظيم بقول لنفسي بقول لكم انتوا، اتعلم انت ازاي فعلا ممكن تظبط شقه، لو انت مثلا بتشطبوا شقه معينه اتعلم فعلا الحاجات دي، فاهم؟ آم، خلصنا حته هاو تو ديل وذ ستاف، اتعلم ازاي تديل وذ ستاف. اخر حاجه انا هتكلم عليها هي الدايره اللي حواليك. الدايره اللي حواليك لو هي مش بتساعدك على الحاجه بتاعتك، بجد يا اسطى اقطع. يعني انا هبقى اقعد لوحدي، انا بفضل انك انت تقعد لوحدك احسن من انك انت تبقى عليك دايره تحت، تمام؟ لو في 5 صحابك، فاحسن واحد في ال5 دول هو السقف بتاعك. تاني، لو في 5 صحابك، احسن واحد من ال5 دول ده السقف بتاعك اللي انت هتوصل له، مش هتوصل لحاجه اعلى من كده، فاهم؟ فانت لازم تقعد ايه، تبدل. وعلى فكره الموضوع مش وحش. صاحبك يا اسطى لو فعلا مش ماشي معاك في سيلف امبروفمنت او اي مكان، يا اسطى بجد سيبه يا اسطى، بجد سيبه. بس في بقى هنا بقى شعرايه، في هنا شعرايه معينه. في ناس بتخلط، في ناس بتبقى رخمه يا جدعان، في ناس بتبقى سيلف امبروفمنت يا جدعان رخمين، وانا اتعاملت مع الناس دي. طول ما هو قاعد معاك، يا اما يكلمك بقى في سيلف امبروفمنت، يا اما يكلمك في مش عارف ايه بتاع. فلو انت ما كنتش في حاجه زي كده تتخانق معاك، انا يا اسطى بتبضل من الناس دي، انا بتبضل من الناس دي والله، اللي هم الجيكس بتوع السيلف امبروفمنت، فاهم؟ او الجيكس بتوع الفلسفه، او جيكس بتوع مش عارف ايه بتاع. فالناس دي يا جدعان مش حلوه يا جدعان والله، الناس دي مش حلوه. ف ما, ما تبقاش كده يعني. انزل تشيل مع الناس دي، اقعد معاهم على القهوه بس يا جدعان، بعد كده بعد ذوق انا رايح ايه، رايح اتمرن. طب يلا يا عم، طب خلاص يا عم روح يا عم، ده اللي انت روح يا عم يرمي لك كلمتين ولا ايه، ما كان شاطر يحاول يحطم منك وبتاع، تضطر انك انت تستحمل الكلام ده، وينبه عليه مره، المره التانيه لو عمل نفس الحركه بجد يا اسطى فكك منه، فكك منه، ما تكلموش تاني خلاص، فاهم؟ هو مش محترم، هو مش محترمك اصلا، هو مش محترم الهويه اللي انت، الهويه اللي انت بتحاول تبنيها، فاهم؟ يعني مش محترمك من الاخر. فالشخص ده فكك منه. بس في نفس الوقت انت لما تيجي تقعد معاهم انت قاعد بتهزر وبتضحك وبتهاف فن وبتتشيل والحاجات دي كلها. فهمت انا بتكلم في ايه؟ حطيتهم في الزوم بتاعتهم. الزوم بتاعت الدراسه نفس القصه، معاك ناس معينه بتذاكر. الزوم بتاعت الشغل او فلوس فيها زوم معينه. يا جدعان انا عندي في الكوميونتي يا جدعان انا مقسم التيرز، مقسم جروبات. الجروبات دي في جروب عن الفلوس، في جروب عن الجيم، في جروب للرجال فقط، وفي رجال، في جروب اللي هو الناس كلها، ان اي حد ممكن يتكلم في اي حاجه يعني، تمام؟ ده جروب بابليك يعني. فانت ممكن تخش هو حاليا ببلاش بصراحه، انا هخليه بفلوس، بس هو حاليا ببلاش، فانت ممكن والله اخليه بفلوس وممكن لا. انا بجد ما اعرفش، بس غالبا مش هخليه بفلوس، لان انا بص لو لقيت الموضوع بضن بصراحه انا هخليه بفلوس. لان مش اي حد يخش يشترك، وفعلا هشترك ابقى عايز يستفيد، لكن هو طول ما الموضوع انا شايف انه كويس، فخلاص انا الموضوع مش بياخد مني انا وقت قوي، فخلاص انا سايبها للساحه يعني، فاهم؟ فخلي بالك من الدايره اللي حواليك، انت هتبقى سقف الدايره اللي حواليك. آه، لما تتعرض لمشكلة أو تتعرض لموقف أو أي مكان، اقعد مع نفسك وحلل الموقف ده. الموضوع ده أنا مارسته بقالي 3 شهور، بالظبط 3 شهور. كان الموضوع أول حاجة بيعدي الله، يحصل مثلا صاحبي مثلا يخوني، ولا يعمل معايا موقف، ولا يتكلم في ظهري، ولا أي مكان. دلوقتي أنا بقيت أقعد أحلل. صاحبتي مثلا سابتني وبتاع، فأنا يا عم أكبر دماغك ومش عارف إيه، بس أنا دلوقتي بقيت أقعد أحلل إيه الغلطات اللي أنا عملتها فعلا غلط، هو ليه عمل كده، ليه عمل كده، وإزاي أتجنب حاجة زي كده بعد كده، وايه ايه الحاجات اللي في صفات الشخص ده، بحيث انها لو لقيتها في حد تاني فعلا ممكن يعمل معايا نفس الموقف. ممكن يكون مثلا ان هو بيتكلم على حد، ممكن يكون ان هو بيتكلم على حد مثلا في ظهره كتير، فتعرف ان هو غالبا بيتكلم عليك مثلا، فاهم؟
ممكن يبقى ان هو فعلا ايه، آه، شحات، او ان هو فعلا جربوع، او ان هو فعلا آه، يعني فقير يا اسطى. يعني ما تصاحبش فقراء من الاخر، بكلمك بجد والله. الفقر عيب، فما تصاحبش فقراء، عشان الفقير ده هي هيفشخك، هينصب عليك في حاجه بتاع، هو ما عندوش حاجه يخسرها. ما تصاحبش اكيد، مش طبعا مش هتصاحب حد سرسجي، مش هتصاحب الناس دي، مش هتصاحب هتتعامل معاهم عادي يا اسطى كانهم بشر، يعني تتعامل مع الناس دي بص له كانه حد بشري بس. بس مش هتصاحبه، مش هتقعد معاه على قهوه، فاهم؟ آم، الناس دي يا اسطى، اكيد طبعا لو في حد مثلا بيكلمك في حاجات لها علاقه ببورن، ولا هو مثلا بيقعد يكلمك على بنت كتير فشخ، بص يا اسطى البت الحلوه دي، بص بنت اوف عامله ازاي، مش عارف ايه وبتاع، على طول على طول على طول على طول، اكيد ده مش شخص انت هتستأمنه على اهل بيتك، صح؟ اكيد ده مش شخص انت مش هتدخله بيتك منطقيا يعني يا جماعه، فاهم؟ آه، ف يعني بص، في برضه شعرايه برضه الحاجات دي يا جدعان، ما اعرفش الحاجات دي يا جدعان، ما بتتقالش، مش عارف اقول الحاجات دي على اليوتيوب، فاهم؟ الحاجات دي انا مش حابب اتكلم فيها على اليوتيوب قوي، انا حاسس ان انا لو خدت راحتي قوي بجد ممكن الناس تنتقد، الناس يا جدعان لسه بتكلمني في حوارات عبيطه فشخ، اللي هو بتكتب كومنتات غبيه، فاهم؟ وانا بتبضن وبحزق في الفيديو، فاهم؟ فزي ما انا بضنت دلوقتي. ف يعني خليك ذكي، خليك لما حاول بس تحلل الشخصيات دي، بس انك انت نفس الموقف ده ما يتكررش تاني. انا عارف ان الفيديو ده طول عليكم جدا، في 41 دقيقه، بس ان شاء الله الحاجات دي لو انتوا ظبطتوها انا هرجع عليها بسرعه. الفلوس، الفوكس سوري، الفلوس، الجيم بلس الفايتنج، انك تعرف تصلح لحاجات معينه في مشاكل ولا بتاع، والدايره بتاعتك، وانك ازاي تعرف تحلل المواقف بتاعتك. ما تنساش تحجز في الديلرز، عشان الديلرز بجد يا جدعان 25 واحد انا هاخدهم شهر واحد، وبجد يا جدعان انا مش هاخد اي حد تاني، تمام؟ فبس كده.